النادي الأهلي يعلن إجراء جراحة ناجحة لعلي معلول ويبدأ في مرحلة التأهيل بعد أسبوعين. وحسب تصريحات طبيب الأهلي غياب اللاعب سيكون فترة من 3 إلى 4 أشهر فقط لأن القطع كان جزئي. الكابتن محمود الخطيب يوجه لجنة الكرة بالنادي الأهلي بالتجديد لعلي معلول لمدة 2 ليكون اللاعب متواجد على رأس قائمة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025. التشخيص المبدئي للاعب أحمد حمدي قطع في الرباط الصليبي. رابطة الأندية تعلن بشكل رسمي عن نقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر إلى ملعب المقاولون العرب بناء على طلب كاف باستلام استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي والترجي في النهائي الأفريقي قبل المباراة ب72 ساعة. بيان رسمي من كاف لإدانة ما حدث في مراسم تتويج الزمالك بالكونفدرالية. يدين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وبشدة الخروقات الأمنية وسوء سلوك الجماهير أثناء وبعد مباراة الإياب لنهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان، وأحال الكاف الأمر إلى هيئة التحقيق لاتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر، وذلك بشأن الأحداث وسلوك نادي الزمالك ولاعبيه ومسؤوليه وأي شخص آخر. مصدر أمني: تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6 لاعبين من فريق نادي الزمالك لقيامهم بإلقاء شماريخ على مدرجات الجماهير وأرض الملعب باستاد القاهرة الدولي عقب نهاية مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسبة تتخطى 90%. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي يستقر على الدفع باللاعب كريم فؤاد لقيادة الجبهة اليسرى أمام الترجي التونسي. فيفا يعلن إيقاف نادي الزمالك من القيد ل3 فترات بسبب مستحقات المدرب البرتغالي روي أجواش مساعد جوسوالدو فيريرا. موقع 360 المغربي: الزمالك لن يستفيد بجائزة بطولة الكونفدرالية لأنها ستذهب إلى حساب لاعبهم السابق خالد بوطيب بعد فوزه بالقضية الأخيرة في فيفا. رسميا ليفربول يعلن تعيين أرني سلوت مدربا للفريق خلفا ليورجن كلوب، والمدير الفني يبدأ مهمته بداية من يوم 1 يونيو.